50,000 جنيه في الشهر هتعملهم من النت بعد الفيديو ده. سمعتها قبل كده، كتير بيقولوا الرقم ده، وناس اكتر بتجري ورا الكورسات اللي بتوعدك بالارقام دي. بس خليني اقول لك الحقيقه، انا جربت كورس كيف اصبحت مليونير من الانترنت، وعايز احكي لك اللي حصل بالظبط. اول ما تبدا الكورس هتحس انك خلاص قربت تبقى مليونير، كل حاجه واضحه وسهله. بس المشكله في حاجه محدش بيقولها لك. هتلاقي الكورس بيقول لك حاجات زي ابدا دروب شيبنج وهتكسب الاف الدولارات، اشتغل فريلانس وهتلاقي عملاء بسهوله، سواء لمنتجات افيليت وهيجي لك فلوس بالملايين. بس لما تيجي تطبق تكتشف ان الموضوع مش سهل زي ما بيقولوا. المشكله مش في الكورس نفسه، المشكله انه بيقول لك 20% من الحقيقه بس، والباقي انت لازم تكتشفه بنفسك. مثال بسيط، بيقول لك اشتغل دروب شيبنج، بس ما بيقولكش انك محتاج راس مال محترم علشان تسوق للمنتج. بيقول لك اشتغل فريلانس، بس ما بيقولكش انك لازم يكون عندك سابقه اعمال قويه والا مش هتلاقي عميل اصلا. بيقول لك سوق لافيليت، بس ما بيقولكش ان المنافسه بقت شرسه جدا وانك لازم تبني براند شخصي علشان تنجح. وده اللي بيخلي ناس كتير تبدا وتتحمس وبعد شهر تكتشف انها مش قادره تكمل. لو عايز تبدا صح عندك حل واحد، جرب بنفسك قبل ما تتفرج على 100 ساعه كورسات. بمعنى بدل ما تسمع كورس دروب شيبنج بالساعات، جرب تبيع اول منتج حتى لو لجمهور صغير، وشوف بنفسك ازاي التسويق بيشتغل. بدل ما تقضي وقتك تتعلم الفريلانس، خد مهارة واحدة اعمل بيها 3 مشاريع حتى لو ببلاش، وبعدها قدم على شغل مدفوع بدل ما تتابع كل فيديو عن الافيليت. جرب تراج لمنتج صغير وشوف هتقدر تجيب مبيعات ولا لا. الفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل مش المعلومة، الفرق في اللي بيبدأ يجرب بسرعة واللي بيقعد يستنى. انا مكمل في التجربة دي وهشارك معاك كل حاجة، كل اللي بيحصل، كل الغلطات، كل الطرق الصح. فلو مهتم تعرف الحقيقة تابعني وهتشوف بنفسك.